أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من تلفزيون دولة إريتريا. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. وزارة الزراعة تشيد بالتنسيق الجيد للسيطرة على غزو أسراب الجراد. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث تعزيز أنشطة الصيادين. بحث لرفع المشاركة في برنامج تعليم الكبار بمديرية ماعيني. زعيما روسيا وأوكرانيا يتفقان على تبادل السجناء في أول محادثات بينهما. اختفاء طائرة عسكرية تقول 38 شخصا في تشيلي. 6 قتلى وجريحان بإطلاق نار في مستشفى بالتشيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أشادت وزارة الزراعة في المجلة الشهرية للوزارة بالجهود المنسقة الفعالة لخبراء الزراعة والإدارات والمواطنين وأعضاء قوات الدفاع التي أدت في وقت وجيز للسيطرة على غزو أسراب الجراد المتوجهة من الجارة إثيوبيا إلى إريتريا ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر المنصرم إلى مناطق محدودة في إقليمي الجنوب وشمال البحر الأحمر. وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات المسبقة والقدرات الكامنة التي تحركت بعد أن تأكد ظهور الجراد وكذلك التفاني الجيد التي شهدته عملية السيطرة على أسراب جراد الأشجار في الفترة من 13 وحتى 16 من نوفمبر المنصرم في مديريات صرونا وسجنيت وميعين وسنعفي بالإقليم الجنوبي، ولا سيما أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في الفترة من 19 وحتى 22 من ذات الشهر في مديريات قندع ومصوع وفرو بإقليم شمال البحر الأحمر، حيث لعبت تلك الجهود دورا كبيرا للسيطرة على الجراد في وقت وجيز. ووفق المعلومات الواردة أنه بفضل جهود السيطرة الحثيثة التي جرت بدعم الآليات تم إنقاذ 1500 هكتار من إنتاج المزارع الحقلية. وقالت وحدة السيطرة على الآفات المهاجرة تجري عمليات متابعة ومراقبة جادة باعتبار أن القلق من غزو أسراب الجراد المهاجرة من إثيوبيا لا زال موجودا. من جهتهم أوضح مزارع المناطق التي ظهرت فيها أسراب الجراد الغازية إنقاذ محاصيلهم من الدمار بفضل الخطوات السريعة والفعالة المتخذة، مشيدين بالحملة الناجحة والمشاركين فيها. يذكر بأن إريتريا هي إحدى الدول الملائمة لتكاثر الجراد، حيث تهيئ سواحل البحر الأحمر أرضية مناسبة لتكاثر في موسم الخريف، كما أن بعض مناطق المنخفضات الغربية تلائم لعملية تكاثر الجراد في موسم الشتاء. دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في اللقاءات التي أجراها مع جمعيات صيد الأسماك التعاونية في مديريات طيعو وعدي وبيلول للاستفادة الجيدة من الدعم والتشجيع الجاري لتعزيز أنشطتهم. وأوضح السفير محمد سعيد منتاي بأن السنوات الماضية شهدت تنظيم دورات تأهيلية وتقديم دعم مادي لاستفادة البلاد والمواطنين من الثروات البحرية من جهة، ومن جهة أخرى لمساعدة الصيادين من أجل إنجاز أعمال جيدة، حيث تعد هذه الجمعيات التعاونية نتاج تلك الجهود. وأشار إلى أن أحد أسباب بدء برنامج القروض كانت لتعزيز أنشطة صيد الأسماك، داعيا إياهم لإعادة دينهم في وقته ليستفيد منه الآخرين. وقال السفير محمد سعيد منتاي إنه تم وضع خطط لإنشاء مشاريع كبيرة من أجل استغلال قطاع الثروة البحرية كما يجب، ولا سيما وضع برامج لمضاعفة أنشطة تجفيف الأسماك على الشواطئ، وبناء مباني تشتمل على المخازن وغيرها من الأنشطة. من جهتها أشار مسؤول وحدة القروض والتعاون في فرع مكتب الثروة البحرية الشاب إبراهيم صالح إلى وجود 17 جمعيات تعاونية لصيد الأسماك الكبيرة في الإقليم، و15 جمعيات لصيد الأسماك الصغيرة، فضلا عن جمعيتي سير الأعظام لصيد الأسماك، مناشدا الأعضاء القيام بالعمل الدؤوب لتنمية إنتاجهم مستفيدين من المساعدات الجارية لتعزيز أنشطتهم. من جهتهم دعا المشاركون لصيانة مؤسسات إنتاج الثلوج الكائنة في طيعو وعدي وبرع سولة لدورها الهام في إنجاز أنشطتهم بفعالية. دعا مدير مديرية هبرو سيد فتوي قبل مسكال على العمل لتجميع القرى من أجل حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح لدى لقائه مدراء الضواحي ومسؤولي مكاتب الوزارات والجهات الأخرى في منطقة عريتاي، أوضح وجوب الاهتمام لتجميع القرى وإرسال الأطفال إلى المدارس، وأشار إلى تقديم خدمات صحية فعالة في القرى البعيدة بتجول الكادر الصحي، موضحا بناء السكان فصول إضافية لحل نقص الفصول الدراسية في منطقة هبر سعداء ومزرة وأفعيون وقرعبل وفلفلين. ودعا الاجتماع الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتنظيم نفير واسع لتخصيب التربة المجدبة جراء الأوضاع الطبيعية التي أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي وصيانة وبناء الطرق. وقدم المجتمعون آراء وتوصيات بناءة لتقديم الدعم الآلي لصيانة طريق كرن هبرة وحل إشكالية النقص في سيارة الإسعاف والاهتمام بالقرى التي لها شح المياه وصيانة المجرى التحويلي لمشروع فيزا الزراعية الذي جرفته السيول، إضافة إلى حل إشكالية الاتصالات خاصة الهاتف النقال. عقد في 6 ديسمبر الجاري اجتماع تقييمي لبحث تعزيز الجهود الجارية لرفع المشاركة في برنامج تعليم الكبار بمديرية مي عيني في العام الدراسي 2018-2019. وقدم مسؤول تعليم الكبار في المديرية سيد صالح موسى تقريرا مفصلا أوضح فيه إكمال 69% من المسجلين هذا العام في 18 نقطة تعليمهم بنجاح. وذكر السيد صالح أن النقطتين لم تنجز مهامها نتيجة لمقاطعة طلابها التعليم، وأرجع الأسباب إلى حياة الترحال والمتابعة الضعيفة والفهم المتدني. من جهته ناشد المدير التنفيذي للمديرية سيد التخل محاري الجهات المعنية وخاصة مدراء الضواحي للتعرف على المواطنين غير المتعلمين من أجل إنجاح برامج التعليم الكبار. وتشير المعلومات الواردة إلى أن مديرية مي عيني ستفتح العام القادم 5 نقاط إضافية تعليم الكبار لترتفع النقاط إلى 23 نقطة. دعا الاجتماع الذي عقد في مديرية مصوى لتعزيز دور المجتمع عامة والأسرة ورجال الدين والمؤسسات الحكومية لمحاربة العادات الضارة بالمرأة جسديا ونفسيا. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية مصوى السيد محمد علي صالح أن تغيير العادات المتجذرة تحتاج للوقت ويتوجب الدفع بأنشطة التوعية. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية مصوى السيدة لملم هبتابه أن مكافحة الختان وزواج القاصرات يتطلب الاهتمام الكبير والعمل المشترك، داعية أولياء الأمور مناقشة أوضاع الإنجاب والمسائل الجنسية مع بناتهن الفتيات. نظمت الشرطة في إقليم القشبركة لطلاب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية في مدينة بارنتو وكذلك لأصحاب وعمال المرافق الخدمية نظم السيمينار قانوني تركز على مكافحة الجريمة. وركز السيمينار القانوني في الأساس على رفع الوعي حول ما يمكن توخي الحذر منه قبل وقوع الجريمة، وكذلك الخطوات التي يجب اتخاذها للوقاية من الظاهرة والتقليل من الخسائر البشرية والمادية. وقال مسؤول مكافحة الجريمة في الإقليم المقدم هبتسيان صحيح أن مكافحة الجريمة مسألة لا تترك للشرطة فقط، لذلك يجب رفع وعي المجتمع المدني لتعزيز إسهاماته الفعالة. وأشار المشاركون إلى أهمية رفع الوعي والمستوى المعرفي مناشدين استمرارية السيمينارات القانونية الجارية عبر الشرطة وغيرها من الجهات القائمة بهذا الشأن. مشاهدينا نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. اتفق زعيما روسيا وأوكرانيا على تبادل جميع السجناء المتبقين من الصراع في شرق أوكرانيا بنهاية العام الجاري، لكنهما تركا المسائل الشائكة حول وضع المنطقة للمحادثات المستقبلية. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات وجها لوجه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس استمرت 9 ساعات،
وتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذه المحادثات، لكن المحادثات أسفرت عن التزامات محددة. وحدد بيان ختامي تبادل السجناء وجدد الالتزام فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قائم في إقليم دونباس الواقع بشرق أوكرانيا. وتبعت المحادثات الرباعية أول لقاء ثنائي يعقد بين بوتين الذي يحكم روسيا منذ عقدين وزيلينسكي الذي فاز هذا العام بالرئاسة في بلاده. أعلن سلاح الجو في تشيلي عن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا بعيد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية. وأفاد بيان سلاح الجو أن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب. وقال بيان صادر عن سلاح الجو إن طائرة سي 130 هيركول أقلعت من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فريم في القارة القطبية الجنوبية. وأعلن سلاح الجو حالة التأهب إثر فقدان الاتصال بالطائرة، وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية تشيليا. وكانت الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية لتفقد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأ. أطلق مسلح النار بمستشفى في مدينة أوستروفا التشيكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 بجروح بحسب الشرطة. وقالت المتحدثة باسم شرطة المنطقة بافلا بروسكوفا للتلفزيون التشيكي الرسمي أنه قتل 6 وأصيب شخصان بجروح خطيرة في الموقع. وأضافت أن البحث لا يزال جار عن المسلح، بينما طلبت الشرطة من العامة المساعدة. ونشرت الشرطة صورة المشتبه به على تويتر تظهر رجلا أصهب يرتدي معطفا أحمر اللون. وأفادت الصحيفة المحلية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أسترافا الواقع على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة براغ. الخبر الأخير في هذه النشرة: تفوقت فتاة من جنوب أفريقيا تبلغ من العمر 26 عاما على 90 مشتركة أتينا من جميع أنحاء العالم لانتزاع تاج ملكة جمال الكون للعام 2019. وفي ختام أمسيات تمحورت حول حق المرأة في تقرير مصيرها، استطاعت زوزيبيتي تونزي صاحبة البشرة السمراء الإطاحة بملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال تصفيات المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء في أتلانتا الأمريكية. وقد صفق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها الأخيرة، وهو أمر غير مسبوق في المسابقة. بهذا الخبر انتهت نشرة هذا المساء. مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.